بصي يا جميلة، لازم تبقي واثقة في نفسك. تمام. لازم كده تقولي لنفسك انا بنت واثقة من نفسها. حتى لو مش واثقة دلوقتي هبقى واثقة من نفسي بعدين. ليه بقى؟ لانك اما تبقي واثقة في نفسك هتنجحي. اما تبقي واثقة في نفسك هتتغيري هتنوري. والله بنت واثقة في نفسها فاشلة. كلهم البنات الواثقين من نفسهم ناجحين. ما تقلليش من نفسك ابدا. ما تقوليش انا وحشه، انا بنت مش قد كده، لا ده انا ما اعرفش شكلي عامل ازاي، ده انا وشي عامل ازاي، ده ايه ده تعليمي مش عارف ايه، ده انا ساكنه في الحته الفلانيه. لا، قولي انا جميله، انا استاهل، انا قمر، انا ما فيش مني اتنين. قولي الكلام ده لنفسك. طول ما انتي بتقوليه لنفسك ومقتنعه بيه كل الناس هتشوفك بنت واثقه من نفسها. فاهماني؟ والنقطه التانية انك ما تبقيش فاضيه. بمعنى اتعلمي حاجات جديدة على طول. يعني مثلا عندنا اتعلمي كلمات انجليزي، اتعلمي لغة جديدة. ممكن تتعلمي وصفات اكل، يعني كلنا ما شاء الله مكسرين الدنيا في المطبخ. العبي رياضة حتى لو في البيت. انزلي تمشي، غيري، فاهمة؟ غيري على طول كده، مغيرة، عاملة تغيير كده لتفكيرك على طول. تتعلمي، تثقفي، تعملي كل الحاجات اللي انت عايزة تعمليها ومأجلاها. بعد كده اللي عندك تكوني عارفاها وتتقبليها، بس اسعي انك تغيريها. يعني ارضي باللي عندك بس ما تفضليش فيه، غيريه بس تكوني راضية بيه. فاهماني؟ هي الحتة دي. فالخلاصة ان الثقة بالنفس مش انك تبقي بيرفكت. المهم انك تكوني راضية عن نفسك وما تقلليش من نفسك ابدا، ولا تخلي حد ان هو يقلل منك. فهي دي النقطة اللي انا كنت عايزة اكلمك عليها النهاردة. واسعي ارجوكي، اسعي انك تكوني احسن نسخة من نفسك. تمام. والبنت الواثقة من نفسها مش فاضية، مش فاضية، مش فاضية تتكلم على حد، ولا فاضية اصلا ان هي فاهمة تراقب اللي حواليها. البنت الواثقة من نفسها واثقة من نفسها وبس. اسعي دايما انك تكوني احلى نسخة من نفسك.